ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني جدا جدا والله. اول حاجة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة ان شاء الله. ربنا كده يا رب يعودها علينا وعلى الجميع يا رب بخير، وتشوفوا كل حلو وكل جميل في 2021، واللي ما شافش حاجة حلوة يا رب في 2020 ربنا يكرمه يا رب ويشوف احلى حاجة في 2021. النهارده طبعا بقول لكم شكرا جدا ليكم وكل اللي واقف معايا وكل اللي دعمني في القناه بتاعتي وكل اللي واقف جنبي، سواء كانت بتعليق سلبي او تعليق ايجابي، كل اللي حط لي لايك، كل اللي قال لي كلمه حلوه وساعدني بيها وخلاني وصلت للي انا فيه دوت. فانا اللي وصلت للي انا فيه دوت وصلت بيكم انتوا اللي وصلتوني لتفعيل قناتي، وباذن الله انتوا كمان اللي هتوصلوني. انتوا كمان اللي هتوصلوني باذن الله لاكتر من كده. قناتي هتكبر بيكم وليكم. مش عايزه اطول عليكم كتير في الفيديو وفي المقدمه، بس عايزه اقول لكم النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي. الكل بيحبها سواء اذا كان الكبير او الصغير، وهي الشاورما. شاورمه الفراخ من اجمل واحلى حاجه كده، يعني مفيش حد، ما اعتقدش ان في حد بيكرهها. هنتعرف على مقادير الشاورما ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. لحمه، فراخ، معلش يا جماعه ده فراخ، صدور فراخ. كان عندي صدرين فراخ قطعتهم شرايح زي ما انتم شايفين. طماطمتين 2 طبعا متشال منهم القلب بتاعهم، هوريكم دلوقتي ازاي. بصلتين مقطعين شرايح او مقطعين طرنشات، جوانح زي ما انتم طبعا بتقولوا او عارفين شايفينها اهو. دول فلفلتين 2، وللاسف ما لقيتش عندي في البيت الا 2 لان طبعا كانت الدنيا خلصانه، فدول 2. انت ممكن تكتري لان الفلفل حلو قوي فيها. ودوت نص كوبايه خل. دوت طبعا التوابل بتاعتنا، اي نوع توابل انت تفضليها زي انا ما قلت لك قبل كده حطيها. كل اللي انت عايزه تحطيه حطيه، حبهان، ورق لورو مطحون، فلفل، كمون، بصل بودر، توم بودر، كل التوابل اللي انت تفضليها. الشاورما بتحب التوابل. وده الطبق بتاعنا فاضي هنحط فيه الحاجه بتاعتنا ونشوف يا جماعه هنتبلها ازاي وبايه. في كمان معلقه زبادي، في ناس بتحط معلقه زبادي وبتقول عشان خاطر الشاورما تبقى طريه. انا مش بحبها بصراحه ومش بحب احط معلقه الزبادي. لو انتوا حابين تضيفوها مفيش اي مشكله. هنفضي كل حاجه هنا اهو، هنشوف مع بعض اهو حبايب قلبي. هنفضي طبعا كل الفراخ بتاعنا. هنضيف طبعا التوابل بتاعتنا كلها. بصوا يا جماعه، لازم التوابل الشاورما بتاعتنا تكون متبله قبلها، يعني على الاقل حوالي 3-4 ساعات كده. فلو يفضل ان انت بتعمليها من بالليل هتكون جميله جدا وهتبقى حلوه قوي. تمام. هنقلبها كويس جدا. ماشي. طبعا زي ما قلت لكم اللي عايز يضيف هنضيف الخل كمان اهو. اللي عايز يضيف يا جماعه معلقتين زبادي او معلقه زبادي مفيش اي مشكله، هي هتبقى جميله. بس انا مش بحب طعم الالبان فيها بصراحه. تمام اهي. لو في كمان يا جماعه معلقه بابريكا برضو بتكون جميله اهو يا جماعه اهي. طبعا زي ما قلت لكم هنقلبها كويس. معلش يا جماعه كمان انا نسيت اقول لكم هنحط لها معلقه سكر. هتقولوا لي سكر ياسمين، هقول لكم سكر، لان معلقه السكر بتخليها طريه وجميله جدا وكمان بتخليها حلوه يعني. ماشي. هي معلقه واحده بس مش اكتر من كده. ماشي. هنقلب ده كله كده. تمام التمام. شايفينها دي بقى هنتركها بقى كده حوالي من 4 ساعات ل5 ساعات، ويستحسن انها يكون اكتر من كده، يعني يكون من بالليل تكون حلوه قوي. هنروح دلوقتي هتركها 4 ساعات. طبعا انا مجهزه واحده تانية في التلاجة. هنروح على البوتاجاز نشوف اللي هنعمل ايه مع بعض اهو حبايب قلبي. انا حطيت صينيه على النار او طاسه انزل بيها بالشاورما بتاعتي. طبعا حطيت فيها نقطه زيت. ماشي. انا مش هقلب فيها طبعا، انا بس هفردها ومش مش هقعد اقلب فيها كتير طبعا عشان خاطر ما تنزلش اهو حبايب قلبي. زي ما قلت لكم طبعا احنا هنحطها على النار ومش هنقلبها لغايه ما تاخد تشميعه من تحت عشان خاطر ما تخرجش ميتها او تنزل ميتها يعني. تمام. انا هسيبها كده ولغايه بس افردها كويس واسيبها لغايه بس ايه ما تشمع من تحت، وبعد كده اقوم مقلباها.
اهو حبايب قلبي انا طبعا ما قلبتهاش خالص، هقلبها معاكم دلوقتي. بصوا اهي، شايفينها جميله جدا جدا. هنضيف دلوقتي على طول الفلفل بتاعنا. لا هنضيف الاول البصل، سوري يا جماعه، هنضيف الاول البصل وبعد كده نضيف الفلفل. اهو البصل بتاعنا زي ما قلنا جوانح، وزي ما قلت لكم يا جماعه البصل على حسب التقطيعه اللي تريحك، ما ترتبطيش بحاجه معينه، الشيء اللي يعجبك او الحاجه اللي تعجبك ضيفيها، مفيش اي مشكله. البصل بس يدبل شويه وننزل عليه بالباقي. اهو حبايب قلبي شايفينها هي كده تمام التمام. هنحط طبعا عليها الفلفل، فيها تقليبه حلوه. طبعا الفلفل قليل بس يلا معلش. نوطي النار شويه. اهو حبايب قلبي هنضيف طبعا الطماطم. انا قلت لكم ان انا هوريكم الطماطم ازاي طبعا بنشيل القلب بتاعها، هوريها لكم ان شاء الله دلوقتي. هنسيبها بقى مع بعض شويه كده. طبعا ما ننساش طبعا الملح بتاعنا على حسب الرغبه، ماشي. هنسيبها تتظبط مع بعض مع روحها. اهو حبايب قلبي الطماطميه بنجيب طماطميه عاديه بنفتحها نصين كده، تمام. بصوا انا بحب اجيب سكينه صغيره، بحب استخدم بيها بصراحه اهي. هنحاول نشيل ده كده. ليه بقى هنشيل دوت؟ ليه؟ عشان ما ينزلش معانا الميه بتاع الطماطم، ما تنزلش ميتها معانا في الشاورما ويبقى فيها اثر ميه وما تبقاش حلوه خالص. لا احنا عايزينها طبعا تكون جميله اهي. بتشيل القلب ده كله كده. طبعا ما ننساش نشيل برده الجنب اللي بره ده كده اهي، بنفس الطريقه دي. نزلي كل السوائل اللي فيها وبعدين طبعا تشرحيها على حسب ما انت عايزه، وبكده هتكون طبعا جميله جدا. ما تنزلش ميتها معانا في اي حاجه انت بتضيفي فيها الطماطم. اهو حبايب قلبي كده الشاورما بتاعتنا خلصت اهي كده بقت تمام كده خالص، ماشي كده مش محتاجه اي حاجه. هناخدها كده اهو ونفضيها في طبق ونحشي السندوتشات بتاعتنا ونشوف الدنيا ايه. اهو حبايب قلبي بعد الشاورما بتاعتنا ما خلصت تمام، بسم الله ما شاء الله عليها، مش محتاجه كلام زي العسل. هنبتدي بقى نحشي السندوتشات بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا هحشي السندوتشات دي كلها ونشوف طبعا هنعمل ايه مع بعض، نشوف اخر تكات الشاورما. اهو حبايب قلبي بعد الحاجه بتاعتي ما خلصت، بعد طبعا الشاورما بتاعتنا ما خلصت، انا حشيت سندوتشات كده. طبعا ما حشيتش كل السندوتشات لسه باقي شويه. بصوا على جمالها بسم الله ما شاء الله كده، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا اهي. يا رب يكون الفيديو يا رب الفيديو عجبكم باذن الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في التعليقات، ما تنسونيش في اللايكات، شير للفيديو عشان خاطر طبعا يوصل لكل الناس. عملت جنب منها بطاطس، عملت جنب منها سلطه بيضه اللي هي سلطه الطحينه طبعا. والغريب كمان يا جماعه ان انا عملت كاتشب، وده انا عاملاه في البيت، لسه عملته وانا بجهز في الفيديو. هوريكم قوامه جميل قد ايه. بصوا شايفين القوام يا جماعه، بصوا شايفين القوام جميل جدا جدا جدا. المره الجايه باذن الله اعمل لكم الكاتشب باذن الله عشان خاطر تشوفوا الطريقه بتاعته. انا لسه عاملاها حالا دلوقتي انا وبجهز معاكم الفيديو ده، قلت كده عشان بدل ما اجيب من بره فانا اجهزه معاكم يعني كده اجهزه في البيت يعني. دي كانت الوصفه بتاعتنا النهارده، ويا رب باذن الله الفيديو يعجبكم. وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وبيكم انا هكبر، وبيكم انا مش اي حاجه طبعا خالص. طبعا قناه ياسمين احمد هتكبر بيكم انتوا، لانكم انتوا طبعا الاساس في القناه دي مش اي حد تاني. وما تنسونوش في التعليقات، مش عايزه اكتر عليكم، وبقول لكم يلا سلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش في اللايكات، يلا باي.